السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال لسه مبعوت لنا بيقول لك منهج، بيقول لك انا والله لسه ما حلش من اول السنة يعمل ايه، واللي لسه ما خلصش المنهج يعمل ايه؟ الإجابة على السؤال ده بسيطة جدا، هم أربع حاجات لازم تعملهم كنصيحة مني ليك. هو الوقت لسه معاك بدري، مش تخلي حد يسربعك ولا يقول لك والله العظيم تأخرت. لا، انت ما تأخرتش ولا حاجة، لسه الوقت بدري، بس انت تعرف تمانج الوقت ده بطريقة كويسة. الحاجات اللي انا هقولك دي هتساعدك ان انت تمانج الوقت ده كويس. اول حاجة، انت ابدأ يومك بدري. هتقول ازاي؟ يعني بعد صلاة الفجر، صلي الفجر وابدأ يومك بدري لغاية الساعة 12، من بعد الفجر لغاية الساعة 12 بالليل طول اليوم مذاكرة. افصل بقى بالصلاة، ربنا جعل الصلاة 5 صلوات في اليوم، تفصل بيهم بين المذاكرة والتاني، وهكذا تصلي وترجع تشوف وراك ايه. تاني حاجة تبدأ بيها اللي انت تمنع السوشيال ميديا اللي بتحرق وقتك. السوشيال ميديا دي بص، هلاك وقت سواء فيسبوك، انستجرام، تيك توك. امنع الكلام ده كله، امسح عشان ربنا يكرمك، امسح التطبيقات دي كلها. تمام. تالت حاجة تعملها معانا هي لازم بإذن الله تبدأ مذاكرة المنهج. الأهم بالأهم. هتقول لي ازاي؟ أنا هقول لك. في الأحياء ابدأ بالدين ايه، في الكيمياء ابدأ بالعضوي، وهكذا. انت عارف في كل مادة ايه عندك الأهم في الأهم، وابدأ اشتغل عليه. رابع حاجة، تبدأ بعد ما تخلص مذاكرة كل يوم على الأجزاء اللي أنت ذكرتها وحددتها وعملت جدول ليك لنفسك. لأن أنا مش هقدر أعمل لك جدول، أنا هديك حاجة تساعدك أنت تعمل جدول، ولكن مش هقدر أعمل جدول لأن أنت عارف ظروفك أكتر مني، وعارف أنت حياتك ويومك ماشي إزاي، فتقدر تحط جدولك على حسب ظروفك ده. تبدأ أنت حليت أنت ذكرت النهاردة بابين في كل مادة، تبدأ تحل عليهم. يعني انت مثلا تبدأ بعد الفجر لغاية المغرب مذاكرة، من بعد المغرب لغاية الساعة 12 تبدأ ده كله حل على لو هتحل صفحتين، لو هتحل 10 أسئلة على كل باب، انت المستفاد وانت الكسبان من الوقت ده. من النهاردة لغاية نص، أضمن لك من النهاردة لغاية نص خمسة بإذن الله لو مشيت على الطريقة دي انت هتخلص المنهج حل، وهتخلص مراجعة، وهتبدأ من نص خمسة لغاية أول ستة اللي هيبقى على بداية الامتحانات. هيكون معاك الوقت اللي انت بإذن الله تقدر تراجع المنهج فيه او تحل كم كبيرة من الأسئلة بإذن الله.